ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قررت اعمل معاكم الليمون بعصفر او المعصفر. طبعا حلو قوي، بيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ، وجربوه يا جماعه. وبسيط كمان يعني، مش بياخد حاجات كتير يعني. انا عندي هنا حوالي 2 كيلو من الليمون. طبعا احنا بننقي الليمون يا جماعه الاصفر. بصوا الليمونه، يعني الليمونه تبقى حلوه كده وتبقى صفرة كده وحلوة تمام. وبعدين هو على فكرة الأيام دي مش غالي، يعني سعره مش غالي، يعني ممكن 10 8، سعره بيبقى في الرينج ده يعني. تمام. وعندي حوالي 4 معالق من العصفر، 4 معالق من حبة البركة، عندي حوالي 6 معالق ملح، عندي الفلفل الأحمر الحار اللي ما بيحبش حار يا جماعة ممكن يحط رومي. تمام، أو الهريسة الحمراء. طبعا أنا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هاخد الليمون بتاعي واحطه على النار، يعني هغليه طبعا في ميه، حوالي هسلقه حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه كده. ليه انا بحطه الوقت عشان يتاكل على طول، يعني ما يقعدش فتره طويله. تمام، يعني حوالي 5 ايام من 6 ايام كده ويتاكل على طول. تمام. هنشوف بقى، هنسمي ليه كده ونبدا الخطوات مع بعض، وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. حبايب قلبي بقى، ده شكله كده بعد ما نزلته طبعا من على النار. وطبعا لازم نسيبه يبرد، بصوا كده. وطبعا بنفتحه. تمام. وده بقى اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الحشو بتاعه اللي انا هحشيه، اللي هو العصفر وحبه البركه والملح بتاعي، واللي هي الهريسه الحمراء. طبعا انا بدمجهم كلهم كده مع بعض، وابتدي ايه ان انا احشيه، يعني ادخلهم كده فيه كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا هحشيه كله. تمام. وهوريه لكم طبعا بعد ما حشيته هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، ده شكله بعد ما انا حشيته طبعا، وحطيت عليه ميه بملح، يعني حوالي 4 معالق ملح. تمام. وبعدين انا ايه بكمل الميه كده، بقيت الميه هو عندي بكملها كده، يعني الميه تبقى ايه نصه كده. تمام. وتغطوا عليه، ولازم يعني يبقى غطا محكم، يعني غطا يبقى مكتوم، يبقى غطا محكم. ليه؟ علشان ما يعملش برضو الريم اللي بيتعمل في المخللات. تمام. وبعد كده من 4 ل5 ايام وتاكلوه. ولو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامه.